بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أهل الإيمان والتقوى، أهل الخير والصلاح، أهلا بكم في قناتنا التي نسعى من خلالها إلى تقديم ما ينفعكم ويسلي قلوبكم ويقوي إيمانكم. اليوم نقدم لكم قصة تحمل في طياتها عبرة عظيمة ودروسا قيمة تذكرنا بقدرة الله تعالى وبحكمته التي لا تدرك وعدله الذي لا يظلم مثقال ذرة. قصة تروي لنا كيف أن الجشع والظلم يمكن أن يقودا الإنسان إلى الهاوية، وكأن الله تعالى يريد أن يذكرنا بقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بلى. فيا أيها المشاهدون الكرام، استعدوا معنا لرحلة مليئة بالعبر، حيث نتعرف على قصة المعطي الذي دفع ثمن جشعه سنوات من عمره خلف القضبان، وكيف أن العدل الإلهي لا يغيب، وأن كل فعل له عقاب أو ثواب. فلا تبخلوا على أنفسكم بالمشاهدة، ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أحبائكم لتعم الفائدة، وليكون لنا جميعا عظة وعبرة. والآن دعونا نبدأ هذه الرحلة معا، ونستمع إلى القصة التي ستترك في قلوبنا أثرا لا ينسى. أهلا بكم من جديد في عالم الغموض والأسرار المظلمة، حيث تتداخل الحقيقة مع الخرافة والجشع يقود إلى مصائر مروعة. اليوم نحكي لكم قصة ستجعل شعر رأسكم يقف، قصة تبدأ بالطمع وتنتهي بالندم الأبدي. تخيلوا رجلا دفعه حلم الثراء السريع إلى حافة الجنون. نعم، لقد أعماه الطمع، وسقط في فخ وهم صنعه أحد المشعوذين، أولئك الذين يتلاعبون بالعقول ويبيعون الأوهام. أخبره هذا المحرض أن كنزا أسطوريا ينتظره، لكن الوصول إليه ليس سهلا، بل يتطلب أمرا مروعا: التودد إلى حراس هذا الكنز من الجن، وذلك بدماء طفل بريء، طفل زوهري كما زعم. وهنا تبدأ الرحلة المظلمة، رحلة قادت هذا الرجل إلى ارتكاب فعل لا يصدق، فعل يهز الضمير الإنساني إلى أعماقه. لقد بتر ذراع طفل لم يرتكب سوى خطيئة واحدة: أن يكون في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. لكن هل حقق هذا الرجل ما أراد؟ هل وصل إلى الكنز الذي حلم به؟ أم أن الثمن الذي دفعه كان أكبر بكثير مما تخيل؟ سنأخذكم في رحلة تشويقية مليئة بالإثارة والرعب، حيث تتحول الأحلام إلى كوابيس والثروة إلى سجن من الذكريات المؤلمة. قصة ستذكركم بأن الطمع قد يكون أقصر طريق إلى الجحيم. فهل أنتم مستعدون لسماع التفاصيل الكاملة؟ هل ستجرؤون على معرفة ما حدث خلف الكواليس؟ إذا كنتم تشعرون بالشجاعة فابقوا معنا، لأن هذه القصة ليست مجرد حكاية، إنها تحذير. دعونا نبدأ الرحلة معا. منذ أن بدأت الإشاعات تنسج خيوطها الغامضة حول وجود خزينة مدفونة في أعماق أراضي القرية التي يعيش فيها المعطي، وهو الاسم مستعار لصاحب القصة، تحولت حياته إلى كابوس من الشك والرغبة الجامحة. لم تكن تلك الخزينة مجرد حلم بسيط لتحسين وضعه المادي، بل كانت بوابة سحرية تفتح له أبواب الثروة والسلطة لينضم إلى دائرة الأثرياء وأصحاب الأملاك دون عناء أو تعب. لكن الطريق إلى ذلك الحلم لم يكن مفروشا بالورود، بل كان مليئا بالمخاطر والأسرار التي لا يعلمها إلا القليلون. في ظل هذا الجو المشحون بالغموض تفتق ذهن المعطي، الرجل الخمسيني الذي حمل في قلبه رغبة لا تقاوم عن فكرة مظلمة وخطيرة. قرر أن يستعين بواحد من أولئك المشعوذين، أولئك الذين تحكى عنهم القصص في أرجاء القرى المجاورة، أولئك الذين يقال إنهم يمتلكون قدرات خارقة لا يفهمها العقل البشري. كان هذا المشعوذ ذائع الصيت، مشهودا له بمهاراته الاستثنائية في استخراج الكنوز من باطن الأرض، وكأن الأرض تنفتح له وتكشف أسرارها بسهولة. لكن المعطي كان يعلم أن هذه الخطوة ليست مجرد استعانة بعامل ماهر، بل هي رحلة إلى عالم مجهول، عالم مليء بالأسرار المخيفة والقوى الغامضة التي قد لا يرحم من يقترب منها. ومع كل خطوة يقترب منها من تحقيق حلمه كان يشعر بأن الظلام يحيط به أكثر، وكأن هناك عيونا تراقبه من بعيد تنتظر اللحظة المناسبة لتنقض عليه. هل سينجح المعطي في الحصول على الخزينة التي طالما حلم بها؟
أم أن تلك الرحلة ستكون بداية لنهاية لم يكن يتوقعها؟ الأسرار تكمن في الأعماق، والوقت وحده كفيل بكشف الحقيقة المرعبة التي تنتظره. تحت سماء ملبدة بالغيوم، حيث يخيم الظلام كشبح مخيف، انطلق المعطي بقلب يخفق بين الأمل والخوف. بعد أن تلقى الوعد من المشعوذ باكتشاف مكان الكنز الأسطوري، حمل في يده فأسا حادا وعتلة قوية، بينما كان معوله يلمع تحت ضوء القمر الخافت. وصل إلى المكان الموحش، حيث كانت الشجرة العتيقة تقف كحارس صامت على سر دفين. وهناك في ظلال الليل كان المشعوذ ينتظره برفقة رجلين غامضين، وجوههما تخفي أسرارا مظلمة. أخبروه أن الكنز مدفون منذ عشرات السنين، محروسا من قبل 4 من الجن الأشداء. هل سينجح المعطي في مواجهة هذه القوى الغامضة؟ أم أن الظلام سيبتلع أحلامه إلى الأبد؟ مدفوعا برغبة جامحة لا تقاوم، اندفع المعطي نحو حلمه بامتلاك الكنز المدفون، مصرا على بدء الحفر فورا دون أي تأخير. لكن القدر كان يخبئ له مفاجأة مروعة. فجأة وقف المشعوذ الغامض وحاشيته في طريقه، وكأنهم حراس ظل من عالم آخر، رافضين بشدة استعجاله. نادوه بالصبر، محذرين إياه من استفزاز حراس الكنز الذين قد تكون نهايته على أيديهم إن لم يحترم طقوسهم. بهدوء مرعب أخرج المشعوذ موقدا صغيرا، بدا وكأنه قطعة أثرية من زمن نسيه العالم. أشعل النار فيه ببطء، بينما ارتفع دخان كثيف يحمل معه روائح غريبة وكأنها تنبع من عالم الأموات. بدأ الرجال الثلاثة بترديد كلمات غامضة غير مفهومة تتردد في المكان كأنها همسات أشباح. الجو أصبح مشحونا بالرهبة، وكأن الهواء نفسه يتجمد من شدة التوتر. كل شيء حول المعطي بدا وكأنه يحذره: كن حذرا، فما تراه قد يكون آخر ما تراه في حياتك. بعد ساعة من الانتظار المليء بالتوتر والترقب، توقفت العملية الغامضة التي كان يقودها المشعوذ ذو المظهر المرعب. بتؤدة تقدم نحو المعطي، وصوته يهبط كالهمس القادم من عالم آخر، ليخبره بأن حراس الكنز الأسطوري من الجن يتوقون إلى دم نادر، دم طفل زوهري يسيل من ذراعه الأيسر. هذا الدم، وفقا لكلماته المشؤومة، هو المفتاح الوحيد الذي سيفتح الأرض ويخرج الكنز الذي يقدر بملايين الدنانير. سيطر الطمع على المعطي كالوحش الجائع، ففقد كل إحساس بالواقع. تحول إلى كائن أعمى يبحث بجنون عن طفل يحمل تلك العلامة الغريبة، خط متصل يقطع راحة اليد بشكل عرضي. كانت كل خطوة يخطوها تزيد من إحساسه بالخطر، لكن الملايين كانت تطغى على كل شيء. وبينما كان الظلام يلف المكان، وجد المعطي ضالته، طفلا يحمل العلامة المطلوبة. كانت عيون الطفل البريئة تنظر إليه ببراءة، بينما كان قلب المعطي ينبض بقوة، وكأنه على وشك الوقوع في فخ لا عودة منه. هل سينجرف نحو الجريمة أم سينقذ نفسه من براثن الطمع؟ الجواب كان يلوح في الأفق، بينما كان القدر ينسج خيوطه في صمت. تحت سماء ملبدة بالغيوم، حيث يخيم الظلام كشبح مخيف، لم يجد المعطي أي عناء في استدراج الطفل الزوهري البريء. ذلك الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات. قطعة حلوى صغيرة كانت كافية لكسر حاجز الخوف وجذب الصغير إليه. كان الزوهري يعرف المعطي جيدا، فهو من نفس القرية، وجه مألوف في زحام الحياة اليومية. لكن هذه المرة كانت النوايا خبيثة مظلمة ومليئة بالشر. تعال يا بني، ألا تريد هذه الحلوى؟ قال المعطي بصوت ناعم، وهو يمد يده بالقطعة الملونة التي تلمع تحت ضوء القمر الخافت. نظر الطفل إليه ببراءة، ثم ابتسم وهو يمد يده الصغيرة ليأخذها. شكرا يا عمي، قال بصوت خجول. لا داعي للشكر، تعال معي، لدي المزيد في البيت. تردد الزوهري للحظة، ثم نظر حوله. لكن أمي قالت ألا أذهب مع أحد. ابتسم المعطي، لكن ابتسامته كانت باردة، تخلو من الدفء. أنا لست أحدا، أنا جاركم، ألا تعرفني؟ أومأ الطفل برأسه، لكن شيئا ما في داخله كان يحذره. نعم، أعرفك، لكن لا تخف، سنعود قبل أن تفوتك أمك.
أخذ المعطي بيد الطفل الصغيرة التي بدت وكأنها تذوب في قبضته القاسية. شعر الطفل ببرودة غريبة تسري في جسده، لكنه لم يستطع المقاومة. كان صوت المعطي يخدعه، كأنه سحر خفي يجره إلى المجهول. أين بيتك يا عمي؟ سأل الطفل وهو يحاول إخفاء خوفه. قريبا جدا، ستجد فيه كل ما تحب. لكن الطفل لم يكن يعلم أن ما يحب كان مجرد وهم، وأن الطريق الذي يسلكه سيوصله إلى مكان لن يعود منه كما كان. مع حلول الليل، عاد المشعوذ ومساعداه إلى مكانهم السري، حيث يمارسون طقوسهم الغريبة التي تثير الرعب في النفوس. لكن هذه المرة كان الطقس مختلفا، أكثر قسوة وأشد إثارة للخوف. الدم، ذلك السائل الأحمر الذي سيسفك من ذراع الزوهري الصغير، سيلطخ الأرض التي تخفي في أعماقها كنزا غامضا. بيد مرتعشة أمسك المشعوذ سكينا حادا وبدأ في إحداث جروح عميقة في جسد الطفل البريء، بينما كانت صرخات الزوهري تختنق في الهواء الثقيل. بعد أن انتهى من طقوسه الدموية، بدأ المعطي في الحفر بمساعدة رجل المشعوذ. كل ضربة معول كانت تطلق صدى مرعبا في ذلك المكان الموحش. الأرض التي شربت دم الزوهري بدت وكأنها تستيقظ من سباتها، مستعدة لكشف أسرارها المدفونة. لكن هل سيكون الكنز هو النهاية؟ أم أن هناك ما هو أكثر رعبا ينتظرهم في أعماق الظلام؟ في ظلام الليل الحالك، حيث يلف الصمت المكان ويخيم التوتر على الأجواء، اجتمع الرجال حول حفرة عميقة تجاوز عمقها المتر في ظلام الليل الحالك. حيث يلف الصمت المكان ويخيم التوتر على الأجواء، اجتمع الرجال حول حفرة عميقة تجاوز عمقها المترين. حفرة كانت شاهدة على ساعات من الحفر المضني والبحث المحموم عن كنز مفقود. لكن الخزينة الغامضة لم تكشف عن نفسها، تاركة خلفها إحباطا يختلط مع التعب. ومع اقتراب بزوغ أولى خيوط الفجر، ارتفعت الأصوات بين مؤيد لمواصلة الحفر ورافض له، كل يحمل حجته التي تزيد من حدة التوتر. وفجأة انقطع الجدال بصوت عال يشبه الهمس الحاد الذي اخترق آذان الجميع، كأنه صادر من مكان بعيد وقريب في الوقت نفسه. ارتجفت الأرض تحت أقدامهم، وبدأت رياح غريبة تهب من العدم، تحمل معها رائحة كبريت خانقة. من أعماق الحفرة بدأت تتصاعد أصوات غريبة، همهمات غير مفهومة تتحول إلى صرخات مرعبة. ثم ظهرت ظلال سوداء تتحرك بسرعة خاطفة، تلتوي وتتقلص كأنها تخرج من عالم آخر. الجن، حراس الكنز! صاح أحد الرجال بصوت مبحوح، وبدأت الفوضى تعم المكان. حاول الرجال الفرار، لكن أقدامهم كانت كأنها مغروسة في الأرض. ظهرت أيد عظمية من الحفرة تمسك بأرجل المنقبين وتسحبهم ببطء نحو العمق. صرخات الرجال اختلطت مع ضحكات شيطانية تتصاعد من الأسفل. وفي خضم هذا الرعب كان الطفل الصغير يرقد فاقدا للوعي، جرحه ينزف وصدمة رؤية الدم قد أطفأت نور وعيه. لكن حتى في غيبوبته بدا وكأنه يتألم أكثر، وكأن شيئا غير مرئي يلمس جسده الصغير. المشعوذ الذي كان يقود العملية صرخ بأعلى صوته طالبا من المعطي ورفاقه التوقف عن الحفر والابتعاد عن الحفرة، لكن الأوان كان قد فات. أحد الرجال الذي كان يقف قريبا من الحفرة اختفى فجأة، وكأن الأرض ابتلعته، ولم يتبقى سوى صرخته التي ظلت تتردد في الهواء. هذا انتقام الجن! صاح المشعوذ وهو يرتجف من الخوف. لقد أزعجناهم، والآن لن يتركونا نذهب بسهولة. ثم طلب من المعطي أن يأخذ الطفل إلى منزله ليرتاح حتى حلول الليل، لكن المعطي رفض، خوفا من أن ينكشف سرهم أمام أعين القرويين الفضولية. ومع ذلك كان الخوف الأكبر يتملكه من أن يكون الطفل قد أصبح هدفا للجن الذين بدا وكأنهم يلاحقونه حتى في غيبوبته. ظل الرجال محاصرين في تلك الليلة المرعبة، بينما كانت الظلال تستمر في التحرك حولهم، والأصوات الغريبة تزداد قوة، وكأن الجن ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض مرة أخرى. حفرة كانت شاهدة على ساعات من الحفر المضني والبحث المحموم عن كنز مفقود، لكن الخزينة الغامضة لم تكشف عن نفسها، تاركة خلفها إحباطا يختلط مع التعب. ومع بزوغ أولى خيوط الفجر ارتفعت الأصوات بين مؤيد لمواصلة الحفر
ورافض له، كل يحمل حجته التي تزيد من حدة التوتر. وفي خضم هذا الصراع كان الطفل الصغير يرقد فاقدا للوعي، جرحه ينزف وصدمة رؤية الدم قد أطفأت نور وعيه. المشعوذ الذي كان يقود العملية طالب المعطي ورفاقه بالتوقف عن الحفر، مؤكدا أن البحث سيستأنف في الليلة التالية. ثم طلب من المعطي أن يأخذ الطفل إلى منزله ليرتاح حتى حلول الليل، لكن المعطي رفض، خوفا من أن ينكشف سرهم أمام أعين القرويين الفضولية. وهكذا تولى المشعوذ بنفسه مهمة إخفاء الطفل عن الأنظار في خطوة غامضة تزيد من حدة التشويق. حمل الطفل بيدين مرتعشتين، بينما كانت عيناه تلتفتان باستمرار نحو الحفرة، وكأنه يتوقع أن تخرج منها أيادي الجن في أي لحظة. خطواته كانت ثقيلة، وكأن الأرض تحاول أن تبتلعه كما ابتلعت رفيقه. ظل يتقدم بعيدا عن الحفرة، بينما كانت أصوات الهمس الغريب تتبعهم كأنها تلتصق بهواء الليل. عندما وصل إلى شجرة كبيرة معزولة، توقف المشعوذ للحظة ونظر إلى الطفل الذي كان شاحب الوجه يتنفس بصعوبة. وضع الطفل برفق تحت ظل الشجرة، ثم أخرج من جيبه قطعة قماش سوداء مكتوب عليها رموز غريبة بخطوط حمراء داكنة. لفها حول جسد الطفل الصغير وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة، كأنه يقرأ تعويذة قديمة. كانت أصابعه ترتجف وعرق بارد يتصبب من جبينه. ثم أخرج من حقيبته الصغيرة قارورة زجاجية تحتوي على سائل داكن، رش بضع قطرات حول الطفل ورسم دائرة غير منتظمة بالتراب. كان يتنفس بسرعة وكأنه يخوض معركة مع شيء غير مرئي. بعد أن انتهى، وقف بعيدا عن الدائرة ونظر إلى الطفل بعينين مليئتين بالقلق. لا تخرج من هذه الدائرة حتى أعود، همس بصوت خافت، وكأنه يخاطب الطفل الذي كان لا يزال فاقدا للوعي. لكن قبل أن يبتعد سمع صوت خدش غريب خلفه. التفت بسرعة ليجد ظلا أسود يتحرك بين الأشجار بعيدا عن ضوء القمر الخافت. كان الظل يبدو وكأنه يراقبه، يتحرك ببطء ثم يختفي فجأة ليظهر مرة أخرى في مكان آخر. شعر المشعوذ بضغط في صدره وكأن الهواء أصبح ثقيلا. أسرع بالابتعاد، لكنه كان يعلم أن الجن لن يتركوا الطفل بسهولة. كانت تلك الدائرة التي رسمها هي آخر خط دفاع، لكنه لم يكن متأكدا من أنها ستكفي. وبينما كان يبتعد سمع صوت ضحكة خافتة تتبع خطواته، كأنها تستهزئ بمحاولته اليائسة للحماية. الليل أصبح أكثر ظلمة، والرياح تحمل همسات غريبة، وكأن الجن يخططون لشيء ما. المشعوذ شعر بأن الوقت يمر ببطء، وأن كل خطوة يخطوها تقربه من مصير مجهول. استمر المشعوذ في الابتعاد وهو يسمع أصوات الخطوات الخفيفة تتبعهم. وصل إلى منزله ودخل بهدوء حاملا الطفل بين ذراعيه. وضع الطفل على الأرض بلطف، ثم أضاء شمعة صغيرة وكأن نورها الضئيل يستطيع صد الظلام المخيف. أغلق فتحة الكهف بحجر كبير وبدأ يتمتم بتعويذة أخرى. بعد لحظات ساد صمت غريب، وكأن الجن توقفوا عن المطاردة. أخيرا كان الطفل في مأمن، لكن المشعوذ علم أن الهدوء لن يدوم طويلا. عاد المعطي إلى منزله منهكا، كأن جسده يحمل أثقال العالم. ليلته الطويلة في الحفر كانت كفيلة بأن تستنزف كل ذرة من طاقته، فسقط على سريره كجثة هامدة، يائسا من أن يجد راحة تنسيه تعبه. لكن القدر لم يكن في صفه، فما كاد يغلق عينيه حتى انفجر صمت الليل بقرع عنيف على الباب، كأنما الموت نفسه يطرق بابه. ارتعش قلبه وتسارعت أنفاسه، بينما تسللت فكرة واحدة إلى عقله: هل اكتشفت الشرطة أمر الطفل؟ بعد تردد طويل فتح الباب بيد مرتعشة ليجد نفسه وجها لوجه مع عائلة الطفل المختفي. نظراتهم كانت كالسكاكين وأسئلتهم كالعاصفة التي لا تبقي ولا تذر. أين ابننا؟ هكذا صاحوا بغضب، محاصرينه بكل ما في كلماتهم من اتهامات. كانوا مقتنعين تماما بأنه الفاعل، فهو آخر من رؤي مع الطفل قبل أن يختفي. المعطي الذي كان يحاول أن يلتقط أنفاسه وجد نفسه في دوامة من الرعب، وكأن الأرض تنفتح تحت قدميه لتبتلعه إلى الأبد. في ظلام الليل الحالك، حيث يخيم الصمت الثقيل، لم يكن أمام المعطي خيار سوى الاعتراف بأفعاله الشنيعة، ولكن ليس قبل أن يتلقى نصيبه من العقاب على يد كل فرد من أفراد الأسرة الغاضبة. الضربات كانت قاسية موجعة، لكنها لم تكن كافية لتمحو جريمته البشعة. أخيرا انكسرت قواه، وانهمرت الكلمات من فمه كالسيل الجارف،
ليخبرهم بالسبب الذي دفعه لإيذاء طفل بريء في سن أحفاده، طفل كان من المفترض أن يحميه لا أن يجرحه. وكشف عن مكان المشعوذ الذي يحتجز الطفل الزوهري في مكان ما بعيدا عن الأعين. بعد لحظات من الصدمة والغضب، توجه أفراد الأسرة إلى منزل المشعوذ، حيث وجدوه محاصرا بالحقيقة التي لا مفر منها. لم يكن لديه فرصة للإنكار، خاصة بعد أن وقف شريكه المعطي شاهدا على جرائمه. تم اقتياد الرجلين إلى رجال الدرك، بينما كان الطفل الصغير ينقل إلى المستشفى في حالة يرثى لها. الدماء كانت تسيل من جسده الصغير، والجرح الغائر الذي أحدثه المشعوذ كان ينذر بكارثة. الأطباء لم يجدوا بديلا سوى بتر ذراع الطفل الصغير ليحرمه من عيش حياة طبيعية كباقي الأطفال. الليل يخفي الكثير من الأسرار، ولكن هذه المرة كان الظلام شاهدا على مأساة لن تنسى. دفع المعطي ثمن جشعه سنوات طويلة من عمره قضاها خلف القضبان الحديدية، حيث الظلام يصافح الروح والندم يلاحق الخطوات. كانت جريمته وحشية لا تغتفر، حيث انساق وراء أكذوبة المشعوذ الذي زين له طريق الشر بوعود كاذبة. ذلك المشعوذ الذي أدين هو الآخر بتهم تقشعر لها الأبدان، احتجاز طفل بريء وتعذيبه بلا رحمة حتى أفقده جزءا من إنسانيته، تاركا فيه عاهة مستديمة كشاهد صامت على قسوة البشر. كان الطفل مجرد ضحية، لا ذنب له سوى أنه ولد بمواصفات الزوهري، تلك الصفة التي جعلته هدفا للجهل والخرافة. المعطي الذي كان يبحث عن الثراء السريع لم يتردد في التضحية ببراءة طفل لم يعرف الحياة بعد، لكن العدالة وإن تأخرت كانت تراقب من بعيد، فسقط في شباكها ليقضي سنوات عمره في زنزانة ضيقة، حيث لا شيء سوى صدى صراخ ذلك الطفل البريء يرن في أذنيه ليلا ونهارا. اليوم، وبينما يقبع المعطي في ظلام سجنه، يدرك أن جشعه لم يكن سوى بداية النهاية، وأن السجن ليس سوى جزء من العقاب، أما الجزء الأكبر فهو العذاب النفسي الذي لن يفارقه أبدا. أيها الإخوة والأخوات الكرام، لقد وصلنا إلى خاتمة هذه القصة التي لا تخلو من عبرة وعظة. وقبل أن نختم، أود أن أذكركم بأن كل ما حدث في هذه القصة هو جزء من قدر الله تعالى الذي كتبه على عباده ليكون درسا لمن يعتبر. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل ابتلاء هو اختبار من الله، وكل عقاب هو تذكرة لنا بأن العدل الإلهي لا يغفل عن ظالم ولا يضيع حق مظلوم. المعطي دفع ثمن جشعه، وربما لو كان قد رجع إلى رشده واستغفر الله وتاب لكان مصيره مختلفا، لكنه اختار طريق الظلم والجهل، فكانت النتيجة أن قضى سنوات عمره في السجن يحمل في قلبه ندما لا ينتهي. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل عمل صغيرا كان أم كبيرا سنجده يوما أمامنا وسنحاسب عليه. أدعوكم أيها الأحبة إلى مشاركة هذه القصة مع الآخرين، لعلها تكون سببا في إنقاذ شخص من الوقوع في الخطأ، أو تذكيرا لمن أخطأ بأن باب التوبة مفتوح. شاركوها مع أصدقائكم وأحبائكم وانشروها في كل مكان، لأن في القصص عبرة وفي العبرة حياة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا تفوتكم أي تفاصيل مثيرة. ولأننا نحبكم سنترككم مع هذا السؤال: ماذا كنتم لتفعلوا لو كنتم في مكان هذا الرجل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، كما نتمنى أن تشاركوا تجاربكم وآراءكم في صندوق التعليقات، فلربما كلمة طيبة منكم تكون سببا في هداية شخص ما. وأخيرا، أدعو الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الحكمة والرشد ويبعدنا عن طريق الظلم والجهل. اللهم اجعلنا من الذين يخشونك في السر والعلن، وارزقنا التوبة النصوح قبل فوات الأوان. ولا تنسوا أن تدعوا لأخيكم المعطي بالهداية، ولذلك الطفل البريء بالشفاء والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.